مساء الخير على كل حبايبنا الحلوين. ماشي. وانا كده قاعد كده عمال اقلب كده على الفيسبوك والحاجات دي. ايه والله كده، والانستجرام دي والحاجات دي. الاقي لك كل شويه بوست نازل كده، واخد بالك انت، يستفزني. يلا بينا علشان ما نضيعش وقت، عشان عندنا حاجات كتير قوي. يعني اللي برضه يعني ما شاء الله هم ورا بعض كده، ايوه جايين ورا بعض كده. ايه الاخت الفنانه الممثله منى فاروق. ايوه الاخت دي طبعا ممثله، ممثله عظيمه. ايوه ديت بقى يا سيدي، كانت بتقول لك ان هي كانت لها مع علاقه يعني مع لعيب كوره، وكانوا يعني هيتجوزوا يعني كده، وربنا يتم عليهم بخير، وكانوا هيتجوزوا. بس لحظه يا سيدي ان بتقول لك بيعمل حاجات غريبه وبيشرب حاجات غريبه، وهي ما شاء الله ما بتسيبش فرد. هي بصراحه يعني، وسمعتها زي الجنيه الدهب الحمد لله، يعني ما شاء الله ما بنسمعوش عنها غير كل فضايح وربنا كده. ايه والله كل يوم والتاني تطلع لنا ايه اللي منى فريق مش عارف ايه، إيه اللي منى فريق مش عارف ايه، إيه اللي منى فريق مش عارف ايه كده. يعني انا مش فاهم والله الناس دي عايشين في وسطنا ازاي كده. ما هو قال لك اذ لم تستحي فافعل ما شئت. مفيش كده، مفيش اوسخ من كده يعني. ودي صوره يعني هي مش محتاجه ان هي يعني يكتبوا فيها حاجه، الصوره معبره وبتقول اللي الوضع اللي احنا فيه 2025 هو ده. هو دي شكل الحريم الموضه، وشكل البنات اللي طالعه كلها عامله ايه، بتاع اللي اسمه فلوره دي، اسمه فلوره. ايوه اللي هو بينفخ الشفايف دي، لا وبينفخ كل حاجه ما شاء الله، بيعملوا اداه نفخ في كل حته. ايه والله، ويشفط من هنا وينفخ هنا ويعمل حاجات كده غريبه، وكل دي لا مؤاخذه طلع يعني، طلع كله صناعي يعني مش طبيعي يعني. البتاع البق الكبير ده اللي اخد وضع البوس ده، اللي هنمشي في الشارع ان شاء الله، هنمشي وهنقابله الحريم بالطريقه دي، وده هيبقى الشكل العام في 2025. ربنا يجرنا منها على خير ويخرجنا منها على خير يا رب. والفنانه المشهوره اسمها دارين حداد دي، واخد بالك انت، اللبنانيه دي، بتقول لك انا بحب الراجل المصري، وبتحب كل عوامل الراجل المصري عشانه خفيف الظل، واحنا بنشكرك يا ست الكل، بس بنتمنى يعني ان انت يعني يعني تلبسي حاجه طويله شويه، لان الجو برد يعني احنا خايفين عليك. وطبعا يعني ما شاء الله البوست دوت اللي هو دي بتاع الجماعه اللي هم البسكليتات دي. هي والله بسكليتة، ما هو ما يلبسش الحلقه ده. مفيش راجل يلبس حلقه كده الا لما يكون بسكليتة على طول كده. وش انا بقولها لكم ايه والله. الاخ المحترم بيقول لك اصل الحلقه دي مش للرجاله، مش الحريم بس اللي تلبسه، لا الرجاله كمان تلبسه عادي يعني مفيش مشكله، واخد بالك انت، وراجل يمشي بحلقه. ايه امال ايه، ما هو سواد ومالوش اخر وربنا، وداخل علينا وطافح اهو، طافح المرار كله. ايه والله راجل، الرجاله تمشي بحلقان كده، واخد بالك انت. ايه ده عجله اسمه بسكليتي، اللي يلبس حاجه زي كده ده بيسموه بسكليتي، وانتوا عارفين الباقي يعني. تعالوا بقى نخشوا على اللي بعديه، البوست اللذيذ قوي يعني ما شاء الله، الحاجه اللي توجع ما شاء الله. بتقول لك يعني قعدت معاه جوزها 3 شهور بس. ايوه وطلبت الخلع منه، خلعته يعني. قعدت مع جوزها 3 شهور وخلعته. ليه يا ستي بتخلعيه؟ بتقول لك اصل هو نايم بيعمل بومبم بومبم بوم بيعمل بومب، واخد بالك انت، وريحتها وحشه. ما تاكلوش محشي ولا تاكليه حاجه من اللي بتنفخ البطن دي، عشان ما يعمكيش بالله. واذا كنت متضايقه، ومش معقول يعني كل واحده جوزها بيعمل بومب وهو نايم، واخد بالك انت، تطلع منه ده كده البيوت كلها تتخرق. لا اله الا الله يا اخوانا، انتوا بتكككوا. ما هو الرجاله كله بيعمل بومب، اذا كانت رجاله ولا حريم واذا كان على الريحه استحملي، يا اما تعملي له ايه، تعملي له بلف وخلاص، يا ركبي له بلف يا اختي، لكن ركبي له بلف بدل ما تخربي على نفسك. والبوست بتاع الاخت ياسمين عز دي المحن كله، والله ياسمين عز دي المحن كله، والله ما مش عارف هي عايزه ايه بالظبط، والله ما انا عارف هي عايزه ايه. انت بتقول لك ايه، بتقول لك كوبايه الميه اللي جوزك بيشرب منها، واخده بالك انت، ولو فضل شويه ميه كده ما تكبهمش، ايوه اغسلي بيهم وشك ينور يا لهوي يا اخوانا، ده الحريم كلها بزلالين، كل الحريم عامله بزلومه كده يا لا اله الا الله يا شيخه تنيلي اسكتي، ما انتش فاهمه حاجه. والبوست ده يعني ما شاء الله ده اخر بوست يعني في الفيديو دوت،
اللهم صل على سيدنا محمد. يعني حاجه وعكسها. يعني بص كده على البوست كده والصوره، قال الفنانه رانيا يوسف، طبعا الست دي محترمه وطول عمرها محتشمه، يعني احنا نعرفه عنها كده. قال بتقول لك انها بتتكسف قوي وخجوله، يعني خجوله لدرجه ما تتخيلهاش، بس اولادها البنات هم اللي بيشجعوها ان هي يعني تختلط بالناس كده، لانها بتتكسف قوي يعني. ما شاء الله. وانت لو ما بتتكسفش دي هتعمل اكتر من كده ايه؟ هتمشي بالبوس دي ولا ايه؟